أهلا بيكم في قناة قصص وروايات، مكان بنحكي فيه حكايات تدخل القلب وتفكركم إن لسه في أمل وحلم ممكن يتحقق. لو أول مرة تزورنا اشترك وفعل الجرس، ويلا بينا نعيش القصة سوا. قصة المنبه اللي مرنش. كان يا مكان في شاب اسمه كريم، شاب زي أي حد فينا، عنده أحلام وطموحات ويمكن كمان شوية توتر. كريم كان كل يوم بيصحى على صوت المنبه، نفس الساعة، نفس الرنة، نفس الروتين. يرن المنبه، يصحى بسرعة، يجري على يومه، يمكن ينسى هو بيجري ليه أصلا. لكن يوم معين كان مختلف. في يوم مهم جدا، كان عنده مقابلة شغل نفسه فيه من سنين، يوم ممكن يغير له مستقبله. المنبه ما رنش، بس الغريب كريم صحى لوحده، من غير صوت، من غير ما حد يصحيه، من غير سبب واضح. بص في الساعة، اتفاجئ إنه صحي قبل ميعاده بدقايق. وقتها حس بحاجة، حس إن اللي صحاه النهاردة مش المنبه، لأ، دي كانت حاجة أعمق. كان الشغف، كان الهدف اللي نفسه يحققه، كان الحلم اللي بينبض جواه وبيقوله اصحى، يومك بدأ والفرصة مستنياك. كريم قام ولبس وراح، وكان حاضر بكل قلبه، قدم واتكلم وعيونه بتلمع، وحس إنه عايش اللحظة اللي استناها بقاله سنين. ومن يومها فهم إن اللي بيصحي الناس مش بس منبه، في منبه جوه القلب اسمه الحلم. العبرة لما يكون عندك هدف حقيقي مش هتحتاج منبه، جسمك وقلبك وروحك كلهم هيسبقوا الساعة، لأن الحلم أقوى من أي رنة. لو القصة دي حركت حاجة جواك، دوس لايك وشاركها مع اللي بتحبهم، وما تنساش تقولي في التعليقات إيه هو المنبه اللي جواك. نشوفكم في قصة جديدة قريب من قصص وروايات. يالو.